أهلا بيكم. أنا دكتور عمرو، طبيب أسنان، ودي قناتنا الجديدة أسنان أونلاين. القناة دي معمولة عشان كل واحد فينا يعرف إزاي يحافظ على أسنانه ويهتم بيها بطريقة سهلة وبسيطة. القناة هنا معانا هتلاقي نصايح مهمة جدا جدا تنفعك في البيت، إزاي تتعامل مع أسنانك، إزاي تنظفها، إزاي تغسلها، لو حصل أي مشكلة عابرة ولو صغير تعرف تتعامل معاها إزاي. شروحات سهلة وبسيطة عن أمراض الأسنان واللثة، بحيث تبقى أنت مدرك إيه اللي عندك وفاهم. لما تيجي تروح لدكتور الأسنان تبقى عارف عندك إيه وتعرف توصف له الحاجة اللي عندك بحيث يوصل للتشخيص بكل سهولة، لأن ده مهم جدا جدا. نوع الألم وشكل الشكوى ومكانها وتحديد كل ده يسهل قوي على دكتور الأسنان التشخيص الصح. أنا هنلاقي أجوبة لكل الأسئلة اللي ممكن تدور في دماغك عن أمراض اللثة والأسنان. هنتكلم هنا على القناة عن كل حاجة تخص الأسنان، من أول غسيلها بالطريقة الصح لحد الأكل اللي يحافظ عليها لحد أحدث العلاجات اللي ممكن تواجهها عند دكتور الأسنان. ويا سلام بقى لو نفسك في ابتسامة جميلة، استنانا هنعمل فيديوهات كتير جدا عن طبيب الأسنان وحاجات كتير تخص طبيب الأسنان في فترة الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. كلنا عارفين إن الأسنان مش بس مهمة علشان الشكل، الأسنان مهمة عشان صحتنا كلها. صدقني مشاكل كتير جدا في الجسم بتبدأ من الفم. هنتكلم هنا في القناة عن كل حاجة بتخص الأسنان، ازاي تقدر تتجنب التسويس وأمراض اللثة، ايه الهابتس أو العادات اللي أنت المفروض تتجنبها عشان ما تروحش في الحتة دي، كمان ايه أحدث العلاجات اللي تخلي ابتسامتك أحلى. الموضوع مش هيكون طبي بحت، الموضوع هيبقى سهل جدا جدا بحيث أي متلقي يعرف يفهمه بسهولة جدا ويستفيد منه ويعرف يطبقه ويوصل لمرحلة إنه يحافظ على صحة اللثة والأسنان الخاصة بيه. هنتكلم كمان معانا على القناة هنا عن كل الأمراض اللي بتخص اللثة والأسنان، وإزاي تبقى عندك أقل المعلومات عنها بحيث أنت لما تروح عيادة الأسنان تبقى عارف إيه الإجراء اللي المفروض يتعمل وهيتم إزاي، لو في لا قدر الله بعض المضاعفات تتعامل معاها إزاي. بداية من تنظيف الأسنان في عيادة الأسنان لحد الحشو العادي، حشو العصب، التقويم، الزراعة، الجراحة البسيطة، الجراحة الكبيرة. كل الحاجات دي هتبقى عندك معلومات عنها كافية ووفرة، تبقى عارف شكل ونوعية وطريقة الإجراء. كمان لا قدر الله حصل ضعفة تعرف تتعامل معاها إزاي، طبعا بمتابعة استشارة الدكتور بتاعك. كمان أنت عملت زراعة، عملت تقويم، عملت حشو عادي، عملت حشو عصب، ازاي تحافظ على الحشو ده بحيث يبقى الاستمرارية بتاعته فترة أطول من غير أي مضاعفات وبدون أي مشاكل. وطبعا فيديوهات كتير عن أسنان الأطفال، طبعا الموضوع الأكبر والاهتمام الأكبر اللي بيشغل كل أولياء كل مشاكل أسنان الأطفال من أول التسنين ومرحلة الرضاعة والاهتمام بأسنان الأطفال في مرحلة الرضاعة، وبعد كده مرحلة تبديل الأسنان عند الأطفال وإزاي نحافظ عليها بحيث ما نوصلش في المستقبل لطفل محتاج تقويم في أسنانه بسبب مشاكل الأسنان. وصلنا لنهاية الفيديو بسرعة، كان معاكم دكتور عمرو ودي قناتنا أسنان أونلاين، ما تنسوش الاشتراك. سلام.